مباراه النادي الاهلي طبعا في البدايه، وجمهور النادي الاهلي والجهاز الفني واللعيبه، وبحيي جمهور النادي الاهلي على وقوفه على مدار 90 دقيقه مع لعيبه النادي الاهلي، ده العادي من الجمهور. انا هكمل من هاخد من كلام فضل واكمل. كولر في الشوط الثاني فكر في المباراه القادمه على حساب مباراه اليوم، كاد ان يخرج من البطوله. صحيح. فكاد ان يخرج من البطوله. برافو عليك. يعني انا الشوط الثاني النتيجه 0-0، هو حاسس النتيجه دي مكمله معايا، فضل مكمل بحيث انه يريح رضا سليم لمباراه الذهاب الاولانيه، امام عاشور لمباراه الذهاب الاولانيه. لا، انا افكر في ده الاول لان دخل فيا هدف، وبعد كده اتعادل، وبرضه فضل سايب نفس اللعيبه في الملعب قاعدين متقربين. يعني التفسير المنطقي لتاخر التغيير الوحيد لحد اخر دقيقه، من الدقيقه 87 نزل موديست، هو ان الراجل بيبص على ماتش خلاص. هو بالنسبه له رضا سليم كان هينزل، راح مرجعه تاني، راح مرجعه تاني اول ما جه. لا لازم يلعب، اخلص ماتش النهارده، لان لو ما خلصش ممكن ما اروحش الماتش الجاي. ايوه، الراجل عمل كل حاجه في الشوط الاول، ولعيبه النادي الاهلي عملت كل حاجه في الشوط الاول. وعلى فكره ده نفس اللي حصل في مباراه سيمبا هناك. النادي الاهلي عمل شوط اكتر من رائع، الشوط الثاني نفس الاداء، دخل فيه هدفين وقدر يرجع بسرعه، فالمباراه انتهت 2-2. النهارده شوط رائع الشوط الاول بكل ما تحمل الكلمه من معنى. الشوط الثاني مساحات كبيره، نفس قصه اهدار الفرص اللي موجود هنا. خلاص برافو عليك. دي دقيقه كام؟ 73. ده متاخر جدا على فكره، يعني الوقت ده التغييرات متاخره. خد بالك احنا كنا بنتكلم واحنا بنتفرج على الماتش، فانت بتقول قلت يا كابتن عماد، قلت هيحصل دلوقتي، هو الراجل بيفكر في رضا سليم وموديست. ارجع ليه؟ حسين تعبان، عمل مجهود كبير جدا. بيرستاو تعبان وعمل مجهود كبير ومش موفق النهارده. قفشه عمل مجهود كبير جدا جدا. اغير، انا انزل كوكا في نص الملعب لما سجلت الهدف. لو انا بقى عايز ادافع انا العب ب3 في نص الملعب، بديانج ومروان عطيه وكوكا. يعني دي كلها عوامل كان كولر يقدر يتعامل معاها، لكن تفكيره في المباراه القادمه انه ممكن يلعب هناك بكوكا وديانج ومروان عطيه، وانه يلعب هناك بيرستاو ورضا سليم. فانت سايب التغييرات اللي عندك عشان تديها اكتر قدر من الراحه عشان المباراه القادمه. انت كنت في لحظه النهارده ممكن ما توصلش للمباراه القادمه، فده درس يتعلم منه اللعيبه والجهاز الفني. لان انا وجهه نظري مفيش مبرر ان انا اعمل تغييره واحده في الدقيقه كام؟ الدقيقه 87. 87. لا، وبعد كده حتى لو انت هتعمل فيديو هتجيب فيك جول، محتاج تقول لي دي المفروض يعمل فيها ايه؟ هو قفل بطن رجله فعشان كده طلع بره. انا لازم بفتح بطن رجلي شويه عشان الكوره تروح في الجول. ممكن العبها بشمال على فكره، ممكن العبها بشمال بس هتبقى اصعب علشان الكوره بعيده سنه. ممكن تلعب بشمال على فكره عشان هو اشول، بس قصدي العبها بشمال عشان هو اشول. لكن هو في الاخر بص، انت ليه قافل بطن رجلك كده؟ ما هترد في مكان، اعمل كده، افتح بطن رجلك هتروح معاك. بص في مواقف كتير. بص الكوره دي عايز اخد برضو تعليقكم عليها. ما ده النتاج اللي احنا بنتكلم فيه، ان التوتر وصل للعيبه في الشوط الثاني لان هم شافوا ان هم مش في احسن حالاتهم. نتج عنه ان الشناوي ومحمد عبد المنعم الاثنين اعتمدوا على بعض. يعني كوره زي دي ملهاش اي لازمه، ممكن تخرجوا من البطوله. كوره في اللي في اخر المباراه اللي اتلعبت، انا عايز اقول لك لو كان دخل فيه جون، انا بس ابراهيم نقطه، لو الاهلي كان دخل فيه جون في الدقيقه 90 هل كولر كان هيلحق يغير عشان الفرقه ترجع؟ مش هيلحق. فانا كنت ادور على الهدف الثاني علشان ابقى مأمن نفسي، لان المباراه تستحمل. يعني فريق سيمبا مش فريق والله انا بتفرج، يعني مش عايز يعني اقلل من قدر حد يعني، لكن ولا تنظيم ولا امكانيات ولا خطه. يعني انا بتفرج على فرقه مفككه داخل الملعب. النادي الاهلي كان يقدر يستغلها بشكل كبير جدا، لكن اهدار الفرص مع عدم تغييرات كولر هي اللي ادت للمنظر اللي احنا شفناه. دي الفرصه دي. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. هو ده يعني التحليل الطبيعي اللي عمله مارسيل كولر. ما هو مارسيل كولر يا اما شايف سان داونز، يا اما هو ما جاش الماتش، يا اما هو شايف حاجه احنا مش شايفينها. بس هو عماد متعب عايز بيحاول يقرا لنا المشهد ان مارسيل كولر بيفكر في مباراه سان داونز، لان هو اللي مغلوب 5 من سان داونز وقدر يلم نفسه ويقدر ان هو ياخد بطوله افريقيا. بس هو ده الرد الطبيعي للعك اللي عمله مارسيل كولر. ليه؟ لان هو بيقول لك طب لو الاهلي كان دخل فيه جول
ولا كان رضا سليم هينفعك، ولا امام عاشور هينفعك، ولا بوسيت هينفعك، ولا الدكه كلها كانت هتنفعك لو انت معاك 9 تغييرات. ليه؟ لان نازل معاش العصايه السحريه. فعماد متعب قرب لنا المسافات كويس جدا من تفكير مارسيل كولر. المباراه كانت تستحمل اي تاليف الا التاليف اللي عمله مارسيل كولر. تستحمل ماتشات امام عاشور، نزله راجل جاي من اصابه، ينزل يعمل تسديده، ينزل يعمل اسيست، تستحمل ان تلعب بفرودين وموسد المهاجم الفرنسي انه يلعب، تستحمل ان انت تنزل رضا سليم، تستحمل انك تلعب بلاش موسد خالص لو انت نزل مروان صلاح محسن. يعني المباراه كانت تستحمل معاك اي تاليف الا التاليف اللي انت عملته، ان انت اول تغييراتك تبقى في الدقيقه 87. طب ليه؟ طب انت ده بناء عن ايه يعني؟ طب لو ما كانش كهربا تعادل، طب انت حطيت رضا سليم وحطيت موسد على الخط، كهربا اتمشط شويه، جاب كوره، لعب الكوره، جاب كورنر، الكوره اللي بعديها جاب الجون. لغى تفكيرك؟ انت تفكيرك وقتي؟ لا. مارسيل كولر هيشوف الوش التاني من مشجعي النادي الاهلي ومن قنوات اليوتيوب ومن المحللين لو ما مشيش على المنهج اللي هو كان ماشي عليه. النادي الاهلي دعم بقوه. رضا سليم دي صفقه ولا في الاحلام، امام عاشور صفقه ولا اكن حمدي فتحي مشي. فوز النادي الاهلي في انتظار سان داونز. يا رب الحلقه تكون عجبتكم. دايما كل جديد على هوا الخواجه. حبيبي يا خواجه.